المنتخب المغربي يفشل مجددا في التتويج بكأس الأمم الإفريقية، ويخسر اللقب أمام السنغال على أرضه ووسط جماهيره، وسط جدل تحكيمي كبير بسبب قرارات الحكم الكونغولي جان جاك نادالا، الذي ألغى هدفا صحيحا للسنغال واحتسب ركلة جزاء للمغرب، قبل أن تسجل السنغال هدف الفوز لاحقا. مروان عثمان يصبح مهاجما للنادي الأهلي لمدة 6 أشهر بعد إتمام الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا وانضمام عمر كمال عبد الواحد ضمن الصفقة. هادي رياض مدافع بتروجيت ينتظر إخطار الأهلي له بموعد انتظامه في التدريبات وتوقيع العقود رسميا. الأهلي الليبي ينافس الأهلي المصري على ضم المهاجم الكونغولي كيفن مونزيالو بعرض $1,250,000 مقابل عرض أهلاوي لا يتجاوز $650,000 حتى الآن. الأهلي يوافق مبدئياً على إعارة جراديشار لأحد أندية الدوري المجري مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو بشرط التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل. وكيل عودة الفخور يؤكد وجود تواصل مستمر من الأهلي بشأن ضم مهاجم الأردني الشاب. سيد معوض يرفض إعارة نجله رغم العروض، ويفضل استمراره في الأهلي خوفاً من تكرار تجارب لاعبين خرجوا ولم يحصلوا على فرصة. محاولات من وليد صلاح الدين لإقناع معوض بإعارة اللاعب لسيراميكا أو بتروجيت لاكتساب الخبرات. اجتماع مرتقب بين مسؤول أهلوي كبير وأحمد عيد ظهير أيمن المنتخب للتفاوض على انضمامه في الميركاتو الشتوي. وليد صلاح الدين يتفق مع اللاعبين الدوليين على الانتظام في التدريبات الأربعاء قبل مباراة يانغ أفريكانز ب48 ساعة. زيزو ومروان عطية وياسر إبراهيم يتأخرون في العودة من المغرب لقضاء إجازة قصيرة قبل الرجوع للقاهرة. المدير الرياضي للجيرونا الإسباني ينفي تقديم عرض لشراء ال6 أشهر الأخيرة في عقد أليو ديانغ. وكيل ديانغ يؤكد أن اللاعب قد يوقع لجيرونا مجانا نهاية الموسم حال رفض الأهلي بيعه حاليا. بعثة المنتخب تعود للقاهرة دون عمر مرموش الذي سافر مباشرة إلى إنجلترا. أحمد نبيل مانجا يهاجم وائل جمعة دفاعا عن محمد صلاح، مؤكدا أن المحترفين كانوا الأكثر مساهمة تهديفية. خالد بيومي ينتقد هاني أبو ريدة بسبب الصمت على إهانة النشيد الوطني المصري في المغرب. أيمن الرمادي يشيد بعمر الجزار ويؤكد تطوره الكبير وحاجته لدعم جماهيري وإعداد ذهني قوي. الرمادي يوضح أن إصابة الجزار تمزق في العضلة الضامة وليست مزمنة. يرى الرمادي أن مشوار المنتخب كان مرضيا نسبيا، لكنه يطالب بتطوير أسلوب اللعب وتشكيل لجنة فنية لمناقشة السلبيات.